اهلا بيكم، وحشتوني. النهارده معانا كوليكشن جميل جدا لملابس سواريه وسهره وافراح للمحجبات وغير المحجبات كمان. الحقيقه الموديلات كلها حلوه قوي وهتعجبكم ان شاء الله. زي ما احنا شايفين كده الفستان اللي قدامنا ده رائع جميل جدا. وعلى فكره لو انتي مش محجبه هو مناسب جدا ليكي، ومعظم الفساتين كلها مناسبه لغير المحجبات. هنا الفساتين كلها بتتميز ببساطة الموديل طبعا والألوان الترندي. الفستان الأحمر اللي قدامنا ده حلو قوي. الفستان ده كمان جميل جدا، بسيط جدا، لكن الاكستنشن اللي على الأكتاف والدراعات جديد ومميز. ده أحلى وأحلى طبعا. الألوان كلها زي ما احنا شايفين كلها ترند السنة دي، سنة 2025. الفستان جميل ورقيق وبسيط، تحفة، مناسب لأخت العريس وأخت العروسة. والله ومناسب لأم العريس وأم العروسة كمان. يعني وده جميل قوي برضو، ده حلو جدا للي بيحبوا الفستان يكون متميز شوية، عليه شغل كتير، فده حلو قوي قوي. هو عيب بس الفستان اللي بيكون عليه شغل كتير ما بيكون تقيل شوية في اللبس، الوزن بتاعه بيكون تقيل على الجسم، لكن طبعا بيكون شيك قوي، حلو قوي. ده كمان حلو جدا بالاكستنشن اللي على الكتف ده، حلو قوي قوي. ده طبعا بيتميز انه هو بسيط جدا، حتى الشغل اللي عليه يدوب على الحوض بتاع الرقبة وعلى الاكمام لا غير، بس مديله جمال وبساطة تحفة. طبعا بكل الوانه، انا بحب اللون الكحلي جدا، لون شيك، لون رائع. والله كل الالوان حلوة قوي. اكمام الفستان هنا متميزة برضو، تحفة، حلو قوي. الحقيقة الفساتين بتتميز انها اجمل من بعض. يعني انا شخصيا لو محتارة في موديل وحابة ان انا ارتديه وشفت كل الموديلات اللي في الفيديو ده، هحتار بصراحة، لكن هختار الفستان المناسب ليا وموديله كمان يكون مناسب لجسمي وما بيظهرش العيوب او الدفعات اللي في الجسم. الفستان ده مميز وحلو جدا ومناسب جدا لأم العريس وأم العروسة كمان. الفستان ده تحفة بلونه، جميل، فضفاض، رائع جدا ومناسب للمحجبات. الوانه كمان يعني عندك اللون الاحمر ده جميل قوي، بس الموديل مختلف شويه. التحديد اللي على الوسط ده رائع جدا، حلو حلو حلو. ده اللون التاني جميل جدا. الالوان كلها اجمل من بعض، لان في كل حد بيفضل لون معين بيحبه. الفستان الابيض ده تحفه على فكره، ينفع كمان يكون فستان عروسه في الخطوبه. جميل 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 وبسيط جدا، رائع. الفساتين اللي هي على بحزام على الوسط تحفه. طبعا مش محتاجين نقول ان طبعا ده لو الجسم ممتلئ، الحزام اللي على الوسط ده بيكون شويه في كلام، ميكونش مناسب احيانا. اما الاجسام النحيفه بيناسب معاها كافه الموديلات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسيش الشير واللايك.